بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب تانية إعدادي، Welcome to the Full Marks in English with Mr. محمد كامل. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض نموذج امتحان لنصف العام الفصل الدراسي الأول 2024-2025. طبعا أول سؤال في الامتحان بيكون listening، بنقرأ إحنا الأسئلة لحد ما المستر بيقرأ لنا listening الإنصات وبعدين نجاوب على الأسئلة. فعندنا هنا 4 أسئلة. أول سؤال بيقول The Egyptian handball team won the Africa Cup of Nations in Tunisia in بعدين المفروض نختار تاريخ. طبعا مش هنختار إلا لما نسمع الليسننج، بس الأول بنقرأ الأسئلة. Number 2 They played the final against، لعبوا النهائي ضد، هل مثلا كاميرون ولا ألجيريا ولا عمان ولا تونيجيا. Number 3 How many players can play for the team؟ كم من اللاعبين بيلعبوا في الفريق؟ 7 ولا 6 ولا 5 ولا 9. Number 4 They came back to Egypt with the، عادوا إلى مصر ومعاهم cup ولا spoon ولا glass ولا fork. الوقت هقرأ لكم الليسننج وانتم بناء على الليسننج هتختاروا الإجابة الصحيحة. بيقول The Egyptian handball team won the Africa Cup of Nations in Tunisia in 2020. They played the final against Tunisia. 7 players can play for the team. They came back to Egypt with the cup. طب نقرأ القطعة مرة تانية. The Egyptian handball team won the Africa Cup of Nations in Tunisia in 2020. They played the final against Tunisia. 7 players can play for the team. They came back to Egypt with the cup. نشوف مع بعض بقى الإجابات كده. Number 1 The Egyptian handball team won the Africa Cup of Nations in Tunisia in، طبعا نختار الإجابة الصح 2020. Number 2 They played the final against، لعبوا الفاينل against، كان في القطعة بيقول إيه؟ تونيجيا اللي هي تونس. تونيجيا. Number 3 How many players can play for the team؟ كم من اللاعبين بيلعبوا في الفريق؟ برضو في القطعة كان بيقول 7 players، يبقى الإجابة الصح 7. السؤال الرابع They came back to Egypt with the، عادوا إلى مصر ب، طبعا عادوا إلى مصر with the cup الكأس. طيب نيجي للسؤال الثاني اللي هو الديالوج. سؤال الديالوج يقول complete the following dialogue. Karim is asking Ali about his father's job. كريم بيسأل عن علي عن وظيفة والده. كريم بيقول له Hi Ali, what's your father's job؟ هي وظيفة والدك إيه يعني؟ فطبعا علي هيقول له مثلا he is a، بس قبل ما نقول بقى he is a يعني هل هو مثلا يكون a doctor، a teacher، a driver، an engineer. نكمل المحادثة ونشوف بعد كده وظيفته هتكون ايه. سأله سؤال تاني وقال له في السؤال التاني بيسأله يعني، فالإجابة بتقول he works in تحرير prep school، يعني بيشتغل فين؟ في مدرسة التحرير الإعدادية prep school. يبقى كان السؤال هنا أو كانت الإجابة الأولانية إن هو بيشتغل إيه؟ برافو عليكم، بيشتغل a teacher. فنقول he is a teacher. بعد كده في نمبر 2 السؤال، عشان نسأل السؤال هنا الإجابة بادئة بالفاعل he، فنسأل السؤال بأداة استفهام. أقول he works in تحرير prep school، فيبقى بيسأله بيشتغل فين، يبقى أداة الاستفهام تكون إيه؟ برافو عليكم where. وبعد كده عاوزين الفيرب اللي هو الهيلبنج فيرب الفعل المساعد، هيبقى does، لأن هنا الفعل فيه اس اللي هو التصريف الأول في اس، فيبقى بنسأل بالفعل المساعد does. يبقى where does وبعد كده الفاعل he وبعدين work. where does he work؟ أين يعمل؟ فالإجابة هتكون he works in تحرير prep school.
يبقى أول إجابة عندنا هي is a teacher. التانية he works or where does he work. بعد كده نمبر 3 سأله سؤال فقال له he teaches English بيدرس إنجليزي. يبقى أداة الاستفهام what subject ما المادة، وبعدين الفعل المساعد هيبقى إيه؟ برافو does، عشان الإجابة فيها الفيرب في التصريف الأول وفي اس اللي هو teaches. يبقى what subject دي أداة الاستفهام، وبعدين does ده الفعل المساعد، وبعد كده نحط الفاعل he، وبعدين teach المصدر. يبقى what subject does he teach؟ إيه المادة اللي بيدرسها؟ نمبر 4 كان بيسأله بيقول له do his pupils like him. ده سؤال بادئ بفعل مساعد، يعني معناه هل الطلاب بيحبوه؟ do his pupils هل تلاميذه like him؟ طبعا هنقول yes yes he yes they اللي هم التلاميذ يعني do yes they do. قال له do you want to be a teacher like him؟ هل تحب أن تكون معلم مثله؟ طبعا سؤال برضو بادئ بفعل مساعد، فالإجابة تبدأ بيس أو بنو. فهل تحب تكون مدرس؟ بعض الناس يقولوا yes I do، ولو حد قال مثلا no I want to be a doctor، لأ أنا عاوز أكون طبيب، مفيش مشكلة. بعد كده السؤال الثالث، طبعا سؤال المحادثة ده من 5 درجات، والسؤال الأول اللي هو listening من 4 درجات، والمجموع كله بتاع الامتحان من 30 درجة. السؤال الثالث اللي هو reading comprehension قراءة قطعة الفهم. بقول reading is a very good habit. طبعا في أول مرة بنقرأ القطعة عشان نشوف the main idea الفكرة الرئيسية في الموضوع، وبعد كده بنشوف الأسئلة، نقرأ السؤال ونفهمه كويس وندور على إجابته. فهنا بقول إن القراءة reading is a very good habit عادة جيدة. It gives us new ideas and improves our language. بتعطينا أفكار جديدة وتحسن improves لغتنا our language. When you read you need to be in a quiet place. لما بتقرأ أنت مفروض بتبقى أو محتاج تكون في مكان هادئ. وعاوزكم برضو تاخدوا بالكم إن إحنا عند الفلوستوب بنتوقف علشان ما ندخلش معاني الجمل في بعضها. بعد كده بيقول it is better to wear your reading glasses. من الأفضل إن أنت ترتدي نظارات القراءة أو نظارة القراءة يعني if it is necessary لو من الضروري. You should read different topics and underline the important points with your pen. المفروض تقرأ موضوعات مختلفة وتضع خط underline تحت النقاط المهمة with your pen بالقلم بتاعك to remember what you read عشان تتذكر اللي انت بتقرأ. Try to discuss what you have read with your friends. حاول تناقش اللي انت بتقرأه مع أصدقائك. People read for many and different goals. ناس بتقرأ علشان أهداف مختلفة وعديدة وكثيرة. Some read for enjoyment. البعض بيقرأ من أجل المتعة. Just to feel happy and spend a nice time. فقط بس عشان يشعروا بالسعادة ويقضوا وقتا لطيفا. Others يعني الآخرون ناس تانية read for work. بيقرأوا من أجل العمل. Students read for their study or research. دول الطلاب بيقرأوا عشان دراستهم وأبحاثهم وكده. طبعا خدتوا بالكم إن إحنا عند الفلوستوب بنتوقف فالمعنى بيكون أوضح. All of us read the news. كلنا بنقرأ الأخبار and the weather report وتقارير الطقس. We also read messages, emails and letters that we receive. السؤال الأول بيقول the underlined word refers to. الكلمة others دي بتشير إلى إيه؟ لما قال إن بعض الناس بتقرأ، لما كان بيقول some البعض بيقرأ من أجل المتعة والآخرون بيقرأوا للعمل. الآخرون هنا طبعا كان يقصد بيهم goals الأهداف ولا people الناس ولا glasses النضارة ولا points. طبعا الإجابة الصح people الناس. بعد كده number 2 with the underlined
word enjoyment. كلمة enjoyment in the passage means بتعني إيه كلمة enjoyment؟ discussion نقاش، ولا sadness الحزن، ولا pleasure السعادة، ولا writing طبعا pleasure اللي هي السعادة. نكمل بعد كده في الصفحة الثانية page 2. الصفحة الثانية بيكمل بقى أسئلة عن القطعة. بيقول أول سؤال في الكتاب بقى مقالي What do you need when you read؟ أنت محتاج إيه لما بتقرأ؟ كان في القطعة بيقول you need في السطر الثاني you need to be in a quiet place. محتاج تكون في مكان هادئ. طيب السؤال اللي بعد كده number 5 will give a suitable title for the passage. اعطي عنوانا مناسبا للقطعة، وليكن مثلا reading القراءة. number 5 why do you think reading is useful for a student؟ تعتقد ليه القراءة مفيدة للطالب؟ طبعا عندنا برضو من القطعة كان ممكن it gives us new ideas and improves بتعطينا أفكار جديدة and improves our language. طبعا إجابة مناسبة، طبعا أي إجابة مناسبة مقبولة. السؤال اللي بعد كده how can you remember what you read؟ إزاي تعرف تتذكر؟ طبعا how يعني كيف تتذكر. طبعا بنركز برضو في أدوات الاستفهام لأن هي بتساعدنا في الإجابة الصحيحة. يعني في السؤال نمبر 5 كان why لماذا. في السؤال نمبر 6 how يعني كيف تتذكر الحاجات اللي انت بتقرأها. كان عندنا في القطعة كان بيقول عشان تتذكر you should read different topics and underlined important points with your pen. كان بيكمل الجزء دوت وبيقول to remember what you read. طبعا كده في الستوب يعني الجملة خلصت، يبقى الكلام ده هو اللي مظبوط. يعني مش نجاوب من اللي بعدها بقى try to discuss كذا كذا، لا هي دي جملة تانية. بعد كده بعد أسئلة القطعة بنيجي بقى للسؤال اللي تشوز. بيكون 8 جمل. أول جملة بيقول I a room with my brother مع أخي. طبعا واضحة خالص. هل I do a room أفعل غرفة، ولا cry أصرخ، ولا share أتشارك غرفة مع أخي، ولا play؟ يبقى طبعا share. I share a room with my brother مع أخي. number 2 when I go to a new place لما بذهب المكان جديد I like friends. كلمة friends بقى أقول I like taking friends، ولا giving friends، ولا doing، ولا making؟ الإجابة الصح هي سنة تانية. برافو على الناس اللي قالوا making friends، يعني تكوين أصدقاء أو عمل صداقات. number 3 the pumps blood يضخ الدم around the body في أنحاء الجسم. إيه اللي بيضخ الدم؟ brain المخ، ولا heart القلب، ولا liver الكبد، ولا stomach المعدة؟ طبعا الإجابة الصح heart اللي هو القلب اللي بيضخ الدم. number 4 is the opposite of ugly. opposite يعني العكس من كلمة ugly اللي هي معناها قبيح، عكس opposite يبقى dirty غير نظيف، ولا attractive جذاب، ولا bad، ولا terrible؟ برافو، أنا حاسس إن في ناس ما شاء الله ممتازين على طول بيتجاوبوا معانا. attractive يعني جذاب أو جميل. number 5 the boy is but he understands us as we use sign language. هو نقط ولكن بيفهمنا عن طريق لغة الإشارة sign language. يبقى هو blind يعني كفيف أعمى، ولا deaf أصم سمع يعني في مشكلة، ولا sick مريض، ولا disabled معاق؟ يبقى طبعا deaf يعني أصم. number 6 A is an organization that helps the poor. منظمة بتساعد الفقراء. hospital ولا school ولا charity ولا bank؟ طبعا الإجابة الصح charity اللي هي الجمعيات الخيرية. number 7 في بقى سؤالين طبعا على الجرامر structure اللي فات ده كله عن الفوكابولري الكلمات. number 7 while I طبعا while يعني بينما I نقط out rubbish my father came. ده ماضي بسيط اهوت، والدي أتى أو أتى والدي. يبقى بعد while كان في زمن past continuous while I was taking.
بينما كنت باخد القمامة يعني. Number 8 هاني plays football in the street. طبعا ما ينفعش اقول doesn't لان عندنا play فيها اس. لو كانت doesn't كانت تبقى play في الانفينيتيف في المصدر، انما علشان فبنقول علشان هنا الفيرب فيه اس فمش هينفع ناخد doesn't كانت عاوزة الانفينيتيف بعدها المصدر play. didn't نفس النظام برضو، وطبعا never هي اللي هتنفع. كلمة isn't عاوز الفيرب بعدها يكون في ing أو يكون في التصريف الثالث إذا كان الكلام مبني للمجهول يعني بس، وطبعا هنختار never. السؤال اللي بعد كده correct، في 5 جمل correct. أول سؤال بيقول مستر عمر is the teacher، هو المدرس. بعدين بيقول when taught my sister، علم أختي. يبقى طبعا بدل when هنقول who، الذي. who taught my sister، الذي علم أختي. when I was 8 لما كان عندي 8 سنين I used to، احنا حافظين طبعا قاعدة used to بيجي بعدها الانفينيتيف. الانفينيتيف من فعل was be يعني يكون. number 3 did هدى، وبعدين بقول went، احنا عارفين طبعا ان did بيجي معاه الفيرب في الانفينيتيف. الانفينيتيف من فعل went، برافو عليكم سنة تانية go. number 4 the city، وبعدين بقول no يعني يعرف، for يعني هو عاوز يقول معروفة ب، فعاوزها تكون passive مبني للمجهول. بقول المدينة معروفة ب مبانيها الجميلة beautiful buildings، it's beautiful buildings. يبقى عشان تكون مبني للمجهول احنا قلنا ان في شرطين بيخلوا الجملة passive مبني للمجهول. شكل من اشكال فعل be اللي هو يكون، وبعدين الباست participle. شكل بي هنا بقول المدينة مشهورة بالمباني، فيبقى في المضارع في البريزنت. طب المدينة في المضارع تاخد ايه من افعال بي يعني يكون؟ تاخد ام ولا از ولا ار؟ برافو عليكم، تاخد از. يبقى the city is. وبعد كده اتفقنا نجيب ايه بقى؟ الباست participle من فعل نو يبقى نون معروفة، يبقى the city is known for. number 5 he answers the questions. قول easy، easy ديت adjective صفة، فعشان أقول أجابة الأسئلة أستخدم adverb ظرف، أقول easily يعني جاوب الأسئلة بسهولة. وبعد كده كان جاي باراجراف عن your daily routine، وإن شاء الله هنخصص فيديو مخصوص للكلام عن الباراجراف. بكده أعزائي طلاب تانية إعدادي نكون وصلنا لنهاية إجابة نموذج الامتحان اللي هو الاسترشادي. أتمنى لكم كل التوفيق و until I meet you again I wish you the best of luck. Goodbye.